السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة أرض المنشأ في كل مكان. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. طبعا احنا في شهر رمضان، النهارده 5 رمضان الفجر. النهارده احنا لسه فجر 5 رمضان. ان شاء الله يعني الفيديو النهارده عايز اتكلم عن حاجتين اتنين. اولا عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم، وتاني حاجه عشان احنا وصلنا 100,000 مشترك على القناه، طبعا بمجهودنا كويس وبدعمكم وبلايكاتكم الكويسه وبتعليقاتكم الكويسه. فيا ريت لو اي حد لسه بيتفرج طبعا على القناه ولسه ما اشتركش، يا ريت يشترك كده ويضغط لايك حلو كده. طبعا انا وصلت ل 100,000 مشترك بدعمكم وبوقوفكم جنبي الحمد لله. هو يمكن القناه انا يعني قعدت فتره ما انزلش وشويه انزل وشويه، هي دي اللي لخبطت الدنيا. يمكن المشاهدات قلت بسبب كده الفتره اللي فاتت، بس دعواتكم يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونستمر باذن الله. بمجهودنا كويس ودعواتكم الكويسه، ربنا يبارك يا رب في حضراتكم. ان شاء الله النهارده هنجرد الزريبه، وطبعا انا كنت شايل شويه امبارح، هكمل بقيتهم وان شاء الله نعلفهم كده ونروقهم ان شاء الله. بسم الله. طبعا بعد الفجر، دلوقتي بعد الفجر النهارده 5 رمضان اللي اتصبح دوت 5 رمضان. بس الواحد بيحب يشتغل في الوقت الايه، يعني بعد الفجر ده الواحد بيحب يشتغل فيه، سواء في الشغل بتاعي او في التنظيف هنا يعني للبهايم وكده. احلى وقت اصلا في الشغل. عامة برضه انا بجرب، بس يعني انا بجرب بس انا ما بطربش. قليل اول نادر اول لو طربت يعني. بحب اجرب بس وخلاص. النظافة كل اول باول كده، كل يوم باجي اجرب على طول يعني ما بسيبش يوم. هو طبعا بقى الفيديو يعني الفيديو يعتبر ماليش ما فيهوش استفاده طبعا المشاهد، بس انا قلت اما اشارككم كده اي لحظه طبعا ايه، حسكم معانا طبعا ووجودكم معانا كده على طول على القناه، بحيث ان الواحد ايه ما يقطعش، في نفس الوقت القناه تبقى شغاله والواحد بصراحه يعني بيحب يشوف التعليقات الكويسه بتاع الناس المحترمه اللي بتعلق لنا بتعليقات كويسه دي. ربنا يبارك فيها يا رب. انا سقيتهم عامه، انا سقيتهم حالا، لسه زيهم حالا. هجرب دلوقتي، هخلص التجريب دهوت ونألفهم ان شاء الله. ثانيه واحده. مني طبعا بقى مفيش حد معايا بيصور وكده، فبيبقى التصوير معايا صعب شويه. يعني لو في تصوير وفي حد بيصور وكده كنت خليته يصور لكم اللي انا بعمله بالظبط. وانا طبعا ما عنديش البتاع اللي هم بيصوروا بها ديت وتتحرك دي، طبعا مش هعرف اصور.
فمعلش بقى. انا سايبهم جوه طبعا عشان الجو برضو برد شويه برضو. الجو دلوقتي برد شويه بره، فمش عايز ان انا اخرجهم دلوقتي. مهما كان برضو الواحد برضو لازم يحس باللي حواليه حتى لو كانت حيوانات. الجو برضو صعب بره دلوقتي، شويه كده على ما الجو يدفي ولو كده اخرجهم. مش شرط، طول ما هم عندي هنا في الدفا احسن من بره 100 مره. بس انا بحب اخرجهم ان هم ايه، يتهووا كده، ياخدوا نفس بره، المهم ان هم يمشوا رجلهم يعني، لان الوقفه للجاموس بالذات مش حلو. اهوت اوريكم برضو اهو. طبعا انا بجرد بس ما بحبش ان انا احط رماد، مش ما بحبش منه، مش متوفر عندي كتير يعني. انا بحب اجرب بس وخلاص دلوقتي لحد ما ربنا يكرمنا بشويه رماد كده حلوين. حته واطيه هنا اهي، حته معلقه شويه، الحته دي واطيه نلاقي حته عاليه كده واظبطها. طبعا لما انا كنت عندي العجول الصغيره، العجول الصغيره البقر، كانت كنت ممكن اجرد لهم كل اسبوع. يعني انا لما كان عندي العجلتين الصغيرين دول كنت بجرد كل اسبوع عشان اجرد او ان انا اطرب يعني. فدلوقتي انا طبعا بشيل كل يوم فمجهود وقرف بقى، وكل شويه هتبقى رماد عايز لك بقى ولا مقطورتين 2 رماد تطرب بيهم. فبجرد اول باول وخلاص. ولما الاقي العمليه بلت قوي واقوم جاي عامل شويه قدامهم ايه، قدام الطواله من هنا كده، عشان ان هم لما يجي يرقدوا بس بالليل وخلاص. ونقلب بقى. تبني اللي قدامهم كويس، هجيب لهم يا دوبك الرشه. ده طبعا العلف اللي هو بتاع العجلة اللي هي بتسمن. ماشي، خليه في الجردل هنا عشان ما يوقعش. انا عامل مقدار اللي هي العجلة اللي بتسمن ديت. المقدار ده هو بتاع الجالون، ده جالون صغير كده بتاع دهان، عامل اللي هو يعني ايه مقدار 2 كيلو. انا بحط له علف حوالي مقدار 2 كيلو، يعني انا وزنه برضو كنت شايفه لقيته حوالي 2 كيلو. ده العجلة اللي هي بتسمن يعني. والتانية بقى اللي هي الأنية بقى ايه، حاطط لها اللي هي الخلطة اللي انا كنت عاملها معاكم دي، الخلطة اللي هي العادية اللي انا كنت عاملها دي.
ده برضو اللي ما شافهاش، دي عبارة عن ردة، شكارتين ردة وشكارة دشيشة وشكارة عيش، طبعا مع الخلطة بتاعة التسمين والحاجات دي. كده الاتنين اهمت. بس طبعا ده بقى ايه بتاع العجلة بتاع التسمين دي، انا بحط لها بحط لها دول، بحط لها ال2 كيلو دول، وبحط كمان شويه رده عليه، يعني نص الجالون ده كده شويه رده، عشان ان هي ايه تستحمل الاكل وتاكل، لان هي العلف ده لوحده مش كويس يعني، مش حلو يعني، ليه ما بتستحملهوش يعني بمعنى صح. طبعا اكملنا لسه في الاول، اول مره تشوف العلفه ديت هتبقى مستغرباها شويه او مش مستحليها يعني بمعنى صح. دي العلفه، دي الخلطه بقى اللي انا عاملها على ايدي ايه، خلطه حلوه بصراحه. في حاجه برضه انا نسيت اقول لكم عليها، اللي هي في الخلطه، بالنسبه للخلطه اللي انا عاملها دي، لو جبت الشيشه ناعمه خالص يبقى احسن. الشيشه لما تكون ناعمه خالص ما بتنزلش في المغزى في الجله بتاعتها. ف دي حاجه أنا نسيت اقول لكم عليها. انا برضو طبعا اكمل انا قلبت البتاع على بعضها، فخلاص بقى ما عادتش ينفع تتدشش. فهو الافضل بقى اللي انت ايه، هتقوم جايب الذره، تشتري الذره من شكاره الذره سالبه من بتاع المحل، وتقوم جاي رايح مدشش، تروح فيها مدششه وتدشش، طلعها ناعم، طلعها يعني انعم حاجه، أنا مش عارف بالظبط انعم حاجه كده شكلها، بس بتبقى انعم حاجه يعني، انعم من اللي انا عاملها كمان. ماشي، هتقوم جاي ايه هتاكلها هتبص تلاقيها ما شاء الله، انا مش ان شاء الله مش هتنزل يعني مع الحاجات بتاعتها. ربنا يبارك يا رب في حضراتكم ويرزق كل من خير. اجيب له دي برضه شويه رده عشان ان هي تستحمل الاكل. اهو نص الجالون، نص الجالون قصدي، حاجه بسيطه خالص يعني، ما بكترش، ان هو عشان ما يركبش يعني من الاخر. طبعا كده انا وصلت لنهايه الفيديو. ماشي، احب اشكركم طبعا كل المتابعين اللي بيعلقوا تعليق كويس كده، يا رب ربنا يبارك فيهم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تضغط لايك وتعليق كويس كده. وكل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه شهر رمضان، ووصلنا طبعا ل 100,000 مشترك، ده انجاز طبعا الحمد لله يعني، تعب سنه الحمد لله يعني، جاش على الفاضي الحمد لله بفضل الله. وطبعا يعني كله بسببكم، كله بسببكم وبتعليقاتكم كويسه وتشجيعكم ليا. ربنا يبارك يا رب في حضراتكم. تحياتي ليكم، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. هوريكم برضو اللي انا عملته اهوت، عشان برضو مبقاش حرمكم من حاجة. اهو الارضية زي ما انتم شايفين اهيت، ما شاء الله نضيفة اهي، والعلفة اهي. طبعا يعني مش باينة كمان، الجو هنا ضلمة لسه. كلهم ما شاء الله في الاكل اهو. ربنا يبارك يا رب، دعواتكم ان شاء الله. انا 5 دقايق كده وهخرجهم بقى على ما الجو ايه يهدى بره.
اهو. مكان طبعا اللي بربط فيه بره اهوت، الحته اللي انا بصور فيها بره اهي. طبعا حوالي الساعه دلوقتي، الساعه داخله على حوالي 6 تقريبا، فلسه الجو ايه مدفاش اوي اهو. طبعا ده المكان اللي انا بربط فيه طبعا بره اهوت، اللي انا كنت بصور فيه بره. ان شاء الله شويه كده وخرجهم بره، حتى لو مخرجوش مش هتفرق معايا كتير يعني، لان الجو هنا ايه برد شويه، لان جوه احسن، جوه دفا والواحد بيبقى مطمن عليهم شويه جوه. ربنا يبارك يا رب في حضراتكم، ربنا يرزق كل من كان. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.